مصر فيها أماكن كتير جميلة لسه ما اكتشفناهاش، والمدن الساحلية والشواطئ هي جزء من ثروة مصر الطبيعية، ودهب واحدة من أجمل مدن وشواطئ مصر وسيناء، وعشان كده قررنا نكتشف كل مكان في مصر قبل ما نحاول نخرج ونكتشف العالم. لو لسه ما اتفرجتش على فلوجز تسكن فين وتاكل ايه في دهب، الفلوجز موجودة على القناة وهتلاقوهم في صندوق الوصف. بعد ما صورنا ليكم السكن والأكل جه دور الخروجات والفسح. تخرج فين في دهب؟ بالنسبة لي دهب خروجاتها أحلى شوية من شرم الشيخ، وده عشان دهب ليها طعم تاني. دهب يعني نشاط وحركة وحرية وانطلاق، دهب يعني البساطة والاختلاف والراحة والاستجمام، فطبيعي الخروجات تكون مختلفة. بداية من أبسط خروجة في دهب وهي إنك تتمشى في الممشى واللي مليان محلات ومطاعم مش هتزهق وانت ماشي وسطيهم، سواء الصبح بدري قوي وانت شايف الوجوه المبتسمة المقبلة على الحياة وهي بتستقبل يوم جديد، أو حتى لو بالليل. جنسيات مختلفة من كل حتة في العالم بيجمع ما بينهم لغة واحدة وهي الابتسامة. الممشى في دهب جزء منه بيكون وسط المحلات والشوبينج والمطاعم، وجزء تاني بتكون ماشي وجنبك البحر بالكافيهات اللي البحر بيعتبر جزء منها، وجزء تالت في شمال دهب لو عاوز تفصل. مش بقول لكم دهب يعني البساطة. الشواطئ في دهب مفتوحة للكل وفي أي وقت، وحتى لو في نص الليل تقدر تقعد وتشرب قهوة وتسرح في النجوم، وتقدر كمان تغطس بالليل لو حبيت. في دهب الشواطئ ما فيهاش شماسي وكراسي وتعقيدات المصيف التقليدي، مجرد فرشة، وفي المكان اللي يعجبك اقعد واستمتع وانزل المية. ده شاطئ اللاجونة موجود في جنوب دهب، تقدر تروح له مشي أو تركب حاجة أو بعربيتك اللي تقدر تركنها جنبك على البحر. الشاطئ ليه جو جميل ومختلف، تقدر تقعد وتنزل المية تعمل سنوركلينج لو حابب، أو تمارس رياضات زي الكايت سيرفينج. وطول ما انت قاعد هتلاقي ناس جميلة بتلف عليك وبتعرض عليك رز بلبن، آيس كريم، تشيز كيك وحاجات تانية كتير، والأفضل تقعد لحد الغروب عشان تستمتع بالجمال ده. وطالما اتكلمنا على الشواطئ ما كانش ينفع نروح دهب من غير ما نروح الثري بولز والبلو هول ووادي جناي. الاماكن الخطر جدا بس للدايفرز، عشان كده هو ما ينفعش تغطس فيه الا اذا كان معاك شهادات معينه. يعني انت لو بتنزل تغطس في الفن مش هينفع اصلا هنا. في اماكن تانية زي عند الفنار واماكن كتير جوه بتقدر تغطس عادي، بيكون معاك مدرب. هنا ما ينفعش. البلو هول عباره عن ثقب على الشاطئ بطول 110 متر وبعمق كبير. يقال ان سبب تكوينه هو سقوط نيزك واللي عمل الشكل اللي قدامنا ده. البلو هول واحد من اشهر اماكن الغطس والسنوركلينج عالميا، وهو المكان الاخطر، وده عشان العدد الكبير من الغطاسين اللي ماتوا فيه. غطس الإنسان على أعماق كبيرة بيحفز المخ على إفراز مواد بتخليه تحت تأثير التخدير، وده واحد من تفسيرات كتير اتقدمت خاصة بموت الغطاسين المحترفين هنا في البلو هول في دهب. ده المكان اللي بنبدأ ننزل منه عشان نبدأ جولتنا في مشاهدة الجمال والروعة دي. المسار طويل، هتشوف تدرجات مرجانية وكائنات وألوان هتخليك طول الوقت تقول سبحان الله. الثري بولز واحدة من أشهر شواطئ دهب، مش بقوة البلو هول لكن بتقدر منه تروح رحلة السفاري. المفروض حاليا احنا وصلنا هنا في ثري بولز، بس مش هننزل المية. أول حاجة نبدأ بيها هي رحلة بيتش باجي. من هنا احنا في قلب الجبل، ارتفاع بصوا عامل ازاي.
نخل وفي شلالات ميه بس بتبقى في الشتاء، لكن الجو بيشتي تلاقي الميه نازله بين الصخور، بيبقى منظرها سبحان الله حاجه رباني كده. وعشان كده سموها الواحه. الناس اللي بتيجي هنا اللي هم الجماعه البدو اللي هم اصحاب الارض دي ملكيه خاصه الحته دي اصلا بعقد مسجل بالناس دي يعني. فبيجوا اللي هم يسترزقوا فيها بتاع، يبقوا شويه كولا الخدمات الكلام دوت. فاهمني؟ بس لكن بالليل كعيشه مثلا في الوقت لا هم بيروحوا بالليل على الساعه مثلا 5 6 11 تلاقي كله ايه والشرطه قاعده. اللي هو يلا يا جماعه، ما هي ده تامين. زي ما انتم شايفين حاليا ده كله وادي جني. الجبال طبعا هنا عاليه جدا، احنا طلعنا اعلى نقطه نقدر نطلع فيها اللي هي فيها حاليا دلوقتي. وهنا تحت مكان ما بيتش باجي بتركن على ما بتطلع فوق تتصور، وبعد كده بتنزل ترجع بيه تاني على الشاطئ. الثري بولز عبارة عن 3 بحيرات طبيعية على شكل حمامات سباحة، ومن هنا جت التسمية. بتقدر تنزل وتعمل سنوركلينج وتستمتع بجمال وروعة الكائنات البحرية والشعاب المرجانية. واحدة من أجمل مدن مصر وسينا، واللي لو زرتها مرة مش هتقدر تبطل تزورها. زي ما وضحنا لكم في فلوج تسكن فين في دهب، الإقامة في دهب بتكون في كامبات اقتصادية وشقق، مش فنادق ومنتجعات زي شرم الشيخ. بالتالي اعتمادك في الأكل هيكون على المطاعم بشكل كبير، وعشان كده تقريرنا النهاردة هيكون عن تاكل إيه في دهب. ده في الفترة الأخيرة أصبح فيها تنوع كبير في المطاعم، من شرقي لغربي وإيطالي كمان. وفي تقرير النهاردة هنقول لكم تاكلوا فين لما تروحوا دهب. أول حاجة وهي الفطار، وده في منه نوعين. أولهم الفطار المصري المعتاد، وفي مطاعم كتير بتقدمه ومنهم مطعم يم. المطعم أسعاره معقولة وجودة وكميات كويسة، وأميز حاجة إنك تصحى بدري عشان تفطر بمزاج. المطعم بيكون فاضي وتقدر تحضر كل حاجة على مزاجك وتقعد وتفطر من غير زحمة ولا دوشة. الأكل طعمه لذيذ سواء الفول أو الطعمية، ولو لوحدك يبقى السندوتشات هتكون اختيار سريع ومناسب ليك. المطعم موجود في وسط الممشى والقعدة فيه كويسة. نيجي بقى للنوع التاني من الفطار وهو جيرمان بيكري. المكان بيقدم منيو
متنوع لفطار مختلف تقدر تجربه لما تزهق من الفطار التقليدي. هناك برضه هيكون قدامك اختيارين، الاختيار الخفيف منهم وهو انك تفطر باتيه او كرواسون بسوسيج وسينابون واي كوفي. الاختيار التاني وهو الانجلش بريكفاست، الطبق بيكون متنوع فيه سوسيج طعمه لذيذ وبيض وخضار ومشروم وبطاطس. جيرمان بيكري من الأماكن المشهورة في دهب وبيعتبر تجربة مختلفة وجميلة وتغيير لما تزهق من الفطار التقليدي، لكن الأسعار هناك مش رخيصة بالذات لو أسرة أو عدد أشخاص كبير. الغداء أو العشاء، دهب فيها مطاعم كتير بعضها مشهور لكن مش كل مطعم مشهور بالضرورة يكون الأفضل. مطاعم المشويات ودي منتشرة هناك بكثرة. جربنا مطعم المصري بيقدم مشويات كويسة جدا ومستوى جودة وسعر كويس. جربنا وجبة الميكس جريل ودي بيكون فيها فراخ مشوية وكباب وكفتة. كمان جربنا عنده الحمام، الأكل طعمه لذيذ والخدمة والناس هناك كويسين جدا. وكتغيير جربنا تشاينيز فود في مطعم على البحر، الأكل كان طعمه لذيذ جدا. جربنا الميت والتشيكن والنودلز، مش بس الأكل كمان اللي كان لذيذ، القعدة كمان والبحر ليهم طعم تاني. عند اسم الشرطة وقدام كافيه افريداي في مطعم أكله كويس وأسعاره معقولة جدا اسمه أبو زيد. عندهم مشويات وبيتزا وباستا ومنيو متنوع بأسعار معقولة تقدروا تجربوها هيعجبكم. البيتزا الإيطالي كويسة والمكرونة بالموتزاريلا كمان طعمها لذيذ والفراخ المشوية هتعجبكم. Hello. Hey man, How are you? Good? I'm always good. Mr. man. Yusuf. I'm on top of the world. What you've got there? I've got ice cold rice pudding, rose de beraba metallic. Okay. Rose Blaban metallic. Yeah. How much is that? It depends. Seda or erfa 20 جنيه. وانت هناك في دهب على البحر وخاصة لو رحت شاطئ اللاجونة واللي هيكون لينا عنه تقرير كامل هينزل قريب، هتلاقي يوسف هو شخص امريكي استقر في دهب بيبيع رز بلبن كويس جدا ومشهور بالعجلة بتاعته والايس بوكس اللي بيبيع فيهم الرز بلبن المتلج على حد وصفه. لو حابب تشرب حاجة في مكان هادي بعيد عن الكافيهات يبقى احمد اشهر حد بيقدم قهوة على الفحم مع ميوزك جميلة جدا في مكان هادي على البحر في حتة ما فيهاش اي كافيهات ولا اي زحمة. قهوة أسعارها بتعتبر معقولة جدا لو هنقارنها بالكافيهات وطعمها كويس وبيقدم القهوة معمولة من بن العميد. دهب المدينة الجميلة اللي ظهرت كترند شد كل محبي الطبيعة الساحرة، المدينة الصغيرة والبسيطة واللي بتبعد 100 كيلو عن شرم الشيخ. أهلا بكم في أول فلاج من سلسلة فلاجز كاملة عن دهب، المدينة الجميلة والساحرة واللي للأسف زرتها متأخر في آخر كام سنة وما كنتش أعرف إنها بالجمال ده. وأول خطوة في أي قرار سفر هو هتسكن فين، عشان كده تقريرنا النهاردة هيكون عن تسكن فين في دهب. دهب فيها تنوع رهيب في أماكن الإقامة وده بيرجع لطبيعة المدينة اللي في الأساس قايمة على البساطة، وعشان كده غالبية أماكن الإقامة هناك بتكون كامبات. الكامبات هي فنادق صغيرة بإمكانيات محدودة وطبعا بسعر اقتصادي، مجرد مكان تنام فيه، وده عشان دهب أنشطة وفسح وخروجات أكتر منها قعاد في منتجع أو فندق، وفي نفس الوقت في مجموعة فنادق كمان. في رحلتنا لدهب جربنا أكتر من كامب، أولهم كان شارلي هاوس وده الكامب داخل مكان اسمه نيو لايف. المكان بيكون فيه دورمز أو سراير مشتركة مكيفة، بيكون سعر السرير 75 جنيه في الليلة. الغرفة اللي كنا فيها كان سعر الليلة 100 جنيه ودي غرفة بتكون فيها لوحدك، وأوقات بيكون في عرض ال5 ليالي ب20 جنيه. وزي ما اتكلمنا هنا الغرفة بتبقى اقتصادية بشكل كبير، يعني زي ما انتم شايفين مجرد مروحة، الدنيا شكلها حر شوية، والمفروض بيبقى فيه سرير واحد بس. الأوضة دي غالبا ممكن يكون اللي هي السنجل مش فاضية، فبالتالي موجود فيها سريرين. الشباك ده مقفول والشباك ده بيبص على الجزء اللي بره اللي بنخش منه، وفيشة زيادة مفيش فيشة غيرها للأسف في المكان، والمروحة وشكرا كده، واللمبة الصغيرة اللي فوق ديت كويسة بالنسبة للسعر بتاعها. كمان عندهم غرف مكيفة بداخلها حمام بيكون سعرها 300 جنيه في الليلة للفردين. أكتر حاجة بيتميز بيها الكامب دوت هو وجوده في الممشى بجانب المحلات والمطاعم.
لكن نقطة مهمة، الغرف بعد ما صورنا فيها تم تجديدها شوية وده شكلها حاليا. المكان بالرغم من بساطته لكن جميل جدا، كمان هناك في جو وروح بين المقيمين ما خلتنيش احس اني مسافر لوحدي، ويمكن ده اللي بيميز الكامبات بشكل عام والكامب ده بشكل خاص عن الفنادق. صباح الخير، انا احمد الحيتي، تشارلي هاوس. طبعا حابب اوضح في البدايه ان احنا الهدف من المكان هنا ان هو يكون مكان اجتماعي وثقافي من الدرجه الاولى، مش مكان تجاري. تقدر تيجي كجست عادي. البرايفت روم هي بتبقى احسن اسعار في دهب، تبدا من اول 100 جنيه. في الدورمز الغرف المشتركه من اول 50 جنيه. بس لو عايز تيجي كفالنتير برضو ممكن تيجي كفالنتير تساعد معانا في تسكين الناس وتجهيز الغرف. ده مجال. في مجالات تانية للفالنتيرنج لو بتلعب مزيكا او في حاجة تقدر تقدمها. برضو بيبقى عندنا language exchange events، بتبقى زي كامبات كده اسبوع مثلا للغة معينة، تبادل اللغات. لو انت حابب تتعلم لغة معينة او انت عندك خبرة في تدريس لغة معينة، مثلا انت الانجليش كويس حابب تدرس انجليش وان ريتيرن ان انت تتعلم مثلا اسبانيش، ده اللي احنا بنعمله في تشارلي هاوس. تمام جدا، متشكرين جدا مستر احمد وربنا يوفقكم. هو بصراحه المكان عجبني وجميل جدا يعني. ميرسي. شكرا. تاني مكان وهو جريك هاوس، وده كامب بسيط فيه غرف منها المكيف واللي مش مكيف ومنها اللي بداخله حمام. سعر الليلة كان 300 جنيه للفردين. صباح الخير من دهب. ده الجو الصبح. انا في كامب في جريك كامب. ده مفروض الجاكوزي، وده المكان اللي بيبقى فيه الغرف او فيه القعدات. هنا في مطبخ ممكن تعملوا فيه الاكل وتاكلوا عادي، وفي كذا مرجحة، وهناك برضه نفس الكلام وقاعدة هناك كده. جاكوزي هنا، وبعد كده الغرفة بتخش من هنا. مجرد ما بتخش الغرفة في حوض بيقابلك كويس يعني، ممكن عشان متعرفش تخش الحمام لو محتاج تغسل ايدك او اي حاجة بسرعة. بعد كده مساحة السراير كويسة جدا، مش اللي هي السراير 70 ولا 80 سنتي، لا السرير مساحته كويسة جدا على قد الفردين. الغرفة زي ما قلنا مكيفة، في لمبة هنا وشباك هنا مفترض بيبص على الشارع اللي بره، وفيش كهرباء جنب السريرين. وبعد كده عندنا هنا الحمام، هنا القعدة وهنا الشاور، عشان كده الحوض بره. الكامب جميل بس مش في الممشى زي شارلي هاوس. كمان سمعت بعض الشكاوي عنه واللي لازم انوه عنها عشان تتاكد قبل ما تروحوا. لكن لما كنت هناك كانت الاقامه كويسه بدون اي مشاكل. دهب كمان فيها منطقه في الشمال بتحتوي على فيلات وشقق بحمام سباحه، بيتراوح سعر الليله فيها من 500 لحد 2000 جنيه حسب المستوى والفيو. بالتالي اختيارك للمكان هيكون راجع لاحتياجاتك. هل انت لوحدك ولا معاك اسره، وغيرها من المتغيرات اللي هتحدد اختيارك للمكان اللي هتسكن فيه في دهب. الفتره اللي جايه باذن الله هيكون لنا زياره تانية لدهب كواحده من اماكن كتير في مصر هنزورهم الفتره الجايه باذن الله. اكتبوا لنا تحبوا نصور فين في دهب، وهل نركز اكتر على الاماكن الاقتصاديه ولا الفنادق والمنتجعات. ولحد هنا تقريرنا بيكون انتهى. استنونا في باقي السلسله الخاصه بدهب وتقارير من كل مكان في مصر. لو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى تشترك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واكتبوا لنا في الكومنتات المناطق اللي حابين نصور منها الفتره اللي جايه. شكرا.